احنا يا جماعه مش في بلطيم ولا حتى في السخنه، وكل اللي انتوا هتشوفوه ده هتفكروني في باريس او سافرت بره مصر. بس هقول لكم لا، احنا في مكان في قلب اسكندريه. القصه بقى ما فيها ان احنا اتحركنا من وسط البلد متاخر شويه. لا هو مش متاخر شويه، هو متاخر قوي. اتحركنا على الساعه 4:30 ووصلنا 5. واول ما وصلنا بقى المنتزه دخلنا فتح الله بقى عشان نجيب منه شويه حاجات. جبنا بقى كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، وما تقلقوش يا جماعه الحاجات دي كلها صناعه مصريه. ده بقى المنتزه اللي انتوا شايفينه، وشكله بعد ما اتجدد بقى تحفة. ودخلنا على شباك التذاكر وقطعنا التذكره ب 25. ودخلنا بقى المكان، وعامه المكان جوه حاجه وبره حاجه تانية خالص. المكان كله جنينه واشجار ونخل، وهتلاقي الطبيعه محوطاك من كل مكان. احنا دلوقتي بقى دخلنا المنتزه وقطعنا بقى التذاكر، ودلوقتي بقى هندور على عربيه جولف ناخدها لحد بوابه الشاطئ. يلا بينا. بصوا احنا مستنيين دلوقتي العربيه جولف تيجي اهي جت. احنا دلوقتي بقى ركبنا الجولف كار ورايحين على الشاطئ. الجولف كار سعرها 20 جنيه هتوصلك لحد الشاطئ. كل اللي هناك ده بيتشحن عشان هي اصلا الجولف كار شغاله بالبطاريه مش بالبنزين. هنتقلب. كل الجمال ده موجود في اسكندريه، ما شفتش حد في اسكندريه بيتكلم عن المنتزه ولا الجنينه ولا الجمال ده كله. اسكندريه رهيب.